غلطة السناك الهيلثي اللي بيبوظ طاقتك طول اليوم. من الآخر، بتاكل هيلثي سناكس، ماشية في شنطتك دايما معاكي حاجة هيلثي، حاجة أورجانيك، وبرضه مش حاسس إن عندك الطاقة الكافية ولا الكاملة، يبقى أنت بتعمل غلطة مهمة جدا، غلطة الهيلثي سناكس. في فيديو النهاردة هنتعلم إيه الغلطات دي وإزاي نصلحها. يلا بينا. ازاي يا دكتور اكون باكل هيلثي سناكس، فواكه وجرانولا وعصاير فريش، وبرضه حاسس اني تعبان وكسلان وجعان على طول؟ بص يا سيدي، لو انت بتحس انك بتفصل بعد السناكس او جعان بعد نص ساعة من الاكل، انت غالبا كده واقع في فخ السناك الصحي. سناك شكله صحي بس هو في الحقيقة بيخرب لك الطاقة والمود، وممكن حتى يخرب لك وزنك. ايه ده، سناك صحي ضار يعني؟ ده معناته ايه اصلا ان يكون سناك الصحي يضرك؟ امال اسمه سناك صحي ازاي؟ نوع السناك ده صغير، شكله بريء، مكتوب عليه جلوتين فري، اورجانيك، لو فات، نو ادد شوجرز، بس لما تيجي تقرا مكوناته او تشوف تاثيره على الجسم تكتشف الكارثه. زي ايه؟ زي الجرانولا بارز، عصير الفواكه، سموذيز مليانه موز وتمر، وكورن فليكس الناس فاكراه مجفف وصحي. كل اللي انا قلته ده فيهم حاجات مشتركه: سكر عالي، الياف وبروتين قليله او شبه معدومه، وما فيهاش دهون صحيه. طب فين المشكله؟ ما هو ده كله سكر طبيعي وده كويس، مش كده؟ جميل السؤال. طبعا السكر الطبيعي احلى من الصناعي، بس ده مش معناته انه لوحده مفيد، خصوصا بقى لو مركز كده ومن غير توازن، يعني مفيش حاجة تانية بتوازنه. يعني مثلا لما تشرب عصير برتقان، انت كده بتاخد السكر المعصور من 3 لحد 5 برتقانات، من غير الالياف اللي موجود في البرتقان ومن غير اي حاجه مفيده في الفاكهه نفسها، مجرد ميه السكر اللي نزلت منها. والسكر ده بيخش دمك بسرعه جدا، وده يعلي الانسولين بسرعه جدا، وبعد كده يحصل البلاد شوجر كراش، هبوط السكر السريع. تحس فجأة انك جعان، متعصب شوية او متوتر، تعبان ومش مركز، ودي مصيبة لو انت في نص يوم شغل او بتذاكر. طب ازاي السناك الهيلثي بيأثر على التركيز والمود؟ بشكل بسيط جدا. الدماغ محتاجة طاقة ثابتة، مش موجات سكر طالعة ونازلة. لما السكر يترفع فورا والانسولين يعلى معاه، المخ يتوتر ويحاول ينزل السكر ده بسرعة، فيقوم يحصل هبوط، وساعتها انت بتحس بجوع وعصبية كده في جسمك وضعف في التركيز، وتقعد تدور على قهوة او سكر سريع تحطه في بقك، وكل دي تحت خدعة سناك هيلثي او سناك مفيد. لازم تشوف تأثير السناك ده على مستوى الطاقة على مدار اليوم كله. طب ايه الحل؟ ناكل ايه؟ الحل توازن. السناك الصحي لازم يكون فيه 3 حاجات: بروتين، دهون صحية، والياف. ليه؟ عشان ده بيبطئ امتصاص السكر ويديك طاقة ثابتة. شوية أمثلة بقى للسناك الذكية: هي شوية مكسرات مع فاكهة، زبادي يوناني كامل الدسم مع شوية توت أو فراولة، بيضة مسلوقة مع خيار، شريحة تفاح عليها زبدة فول السوداني، قطعة جبنة كده مع خيار. السناك النوع ده هيخليك تشبع بجد وتفضل مركز طول اليوم من غير الشوجر دروب. طب لو بلعب رياضة هحتاج سكر أكتر؟ أكيد طبعا، بس حتى وقت التمرين لازم تعرف هدفك. لو هدفك طاقة سريعة قبل التمرين، ممكن تاكل موزة، بس لو يومك عادي وقاعد على مكتب، بلاش سكر سريع. في فرق بين محتاج طاقة وانا زهقان عاوز حاجة حلوة، وده اللي لازم تتعلم تفرق بينهم. طب ازاي اعرف لو السناك اللي باكله فعلا بيساعدني؟ اسأل نفسك بعد ما اكلته بنص ساعة لساعة، حاسس انك شبعت فعلا؟ مركز؟ الطاقة ثابتة؟ لو لا، يبقى السناك ده فيه مشكلة وما عملش يعني بوعوده. كمان اتعلم تبص على المكونات. لو اول 3 مكونات سكر او جلوكوز، او ما لقيتش فيها بروتين ودهون خالص، يبقى السناك ده بيخدعك. يعني الجرانولا والكورن فليكس وعصير البرتقال كلهم غلط؟ مش غلط، بس ما يتسموش سناك صحي. ممكن تاخدهم ضمن وجبة متكاملة، يعني جرانولا فوق زبادي كامل الدسم مع شوية مكسرات، أو شوية عصير برتقال مع بيضة مسلوقة وعيش أسمر. بس تاخده لوحده كده وتسميه سناك هيلثي، تبقى أنت بتبدأ يومك بشوية سكر وهتدفع الثمن بقية اليوم. الخلاصة يا جماعة، السناك ممكن يكون سبب لضعف طاقتك وتركيزك. مش كل حاجة مكتوب عليها صحي وناتشرال وأورجانيك تبقى فعلا كده. أهم حاجة تدور على التوازن بين البروتين والدهون والألياف، وراقب جسمك كده بعد السناك، مش بس راقب طعمه. ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل له لايك، شير وسبسكرايب عشان غيرك يستفاد. وهو ده سر الهيلثي سناكس، وازاي بيضر صحتك وبيسرق الطاقة منك. من الآخر.